نمرة 3 ما دام اتكلمنا عن العاطفة، النضوج العقلي بقى، ناخد بعد العاطفة العقل على طول. العقل ضابط للعاطفة. لما واحد يجي يقول لي أنا بحب واحدة وقررت ارتبط وصارحتها وواجهتها، وأقول لك حاجة يا ابونا، أقول له إيه؟ يقول لي وهي كمان. راح مبتسم، يعني هي كمان أوكي، يعني هما الاتنين مبسوطين من بعض. طيب العقل بقى كان فين؟ اجازه ولا صاحي؟ العقل عشان ابسط لكم يعني ايه النضوج العقلي، مش عايز ادخل في متاهات الفلاسفه بقى، هقول لكم النضوج العقلي عباره عن 3 اسئله لابد ان الانسان يسالهم. اخره العاطفه دي ايه؟ بس يسال امتى وفين وبكام. ال3 اسئله اللي لازم العقل يفرمل بيهم العاطفه، سواء كانت ابتدت في اولها او لسه ما ابتدتش. 3 اسئله، ال3 اسئله اللي حتى فيكم يعني كان اتجوز وخلف يعلمهم لاولاده، يقول له لما تكبر كده وتقرر انك انت ترتبط، اسال نفسك 3 اسئله. امتى تقدر تتقدم؟ اوعى تقول هو انت يا ابونا ما عندكش ايمان، نبتدي وربنا معانا. اقول لك لا 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 لا، في حاجه في الكتاب المقدس اسمها حساب النفقه. يعني ايه حساب النفقه؟ يقول لك في واحد راح يبني برج ولم القرشينات اللي معاه، حفر الاساس وعمل اول دور وقعد جنبه، يعمل ايه؟ ربنا هيبعت، ربنا هيبعت. ربنا ما بعتش. ليه يا رب خليتنا ابن البرج؟ بقى مين المتهم في الاخر؟ لا، ده عقلك المتهم، لان في حاجه اسمها فين وبكام وامتى. امتى اقدر اتقدم؟ ما ينفعش يا شباب واحد بصراحه في اولى جامعه يقول لها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في رابعه جامعه عمي هيبعت لي عقد من دبي. دبي ولا معانا استراليا ولا ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها قبل ما تقدم واكلم البنت للارتباط لازم انا كانسان ناضج على مستوى العقل عندي اجابه، عشان ما اطلعش صغير. عشان لما اهلها ويسالوني ان شاء الله ناوي تجيب بابا امتى، تقول له الحقيقه انا لسه ما واجهتش دادي ولسه ما قلتش لمامي، وان شاء الله دادي ومامي مش هيقولوا حاجه. لا، ما ينفعش ما ينفعش، لازم تكون عارف على مستوى البيت هم هيوافقوا ولا لا، او امتى يقدروا. لان في اوقات كتير قوي ناخد قرار الارتباط وكأن بابا وماما دول ملهمش وجود في حياتنا، بالرغم ان هم ليهم وجود زي ما هنعرف في النقط الجايه. يبقى النضوج العقلي البنت لازم تكون عارفه، حتى لو الولد ابتدى يفتحها مش معنى كده انها مستعجله ولا متسربعه ولا بتزنقه، لا، تقول له انا انسانه محدده، حتى لو في عدم رفض من ناحيتك وفي مشاعر، في اسئله انا ما اقدرش اخبي عن اهلي، واهلي هيسالوا اول سؤال امتى تقدر. لو فتح المواضيع قال لك 2 رابعه و5 جامعه وسنه امتياز سنان مثلا وسنه جيش وسنه حوش، معقول ينفع كده؟ لو انتوا وافقتوا على كده يبقى انتوا الحقيقه اللي بتخسروا يا بنات، وما ترجعوش تشتكوا، لانك انت لما قلت له وهستناك ما كانش عندك نضوج عقلي، كنت مندفعه ورا عاطفه، لان في انسان عجبك شكله او عجبك اخلاقه ونسيتي تسالي امتى وفين وبكام. يبقى امتى وفين وبكام ده سؤال يساله الشاب لنفسه، وسؤال تساله البنت لنفسها وليه. من غير كده احنا بنضيع وقت. يبقى ايه هو النضوج العقلي؟ هو القدرة على ان الانسان يقدر يقول ايه امتى وفين وبكام. وكلمة كام دي معناها ايه بقى؟ معناها كمان القدرة على الاعالة. خلي بالكم يا جماعة في الجواز احنا كلنا واحنا لما ولدنا صغيرنا اهالينا عملوا ايه؟ اهالينا عملوا ايه؟ شالونا على كتافهم، وجاء علينا وقت مشينا على رجلينا. في الارتباط انت بقى مش هتبقى ماشي على رجليك، ده انت لازم هتشيلها
وهتشيل الاولاد، وهي هتشيلك وتشيل الاولاد. ودي معناها انت عندك القدرة على الاعالة. وقبل ما تقول امتى وفين وبكام لازم تعرف كمان جوه العقل لازم تبحث عن التكافؤ. لان ممكن جدا انت لا يعيبك ابدا اطلاقا انك تكون ساكن في منطقة شعبية، امكانياتي كده، بس اقدر اجيب شبكة ب12,000 جنيه، واقدر اجيب عندي عربية يعني فيت 128 بس ماشية كويسة، يعني كويسة، وانا الحمد لله ربنا فاتح عليا وبيديني مرتب 1500 جنيه. بقول كده مثلا ده لا يعيبك في شيء، واكيد في انسانة هتوافق على ظروفك دي. بس المشكلة بتحصل امتى بقى؟ لما يكونش الانسان عنده عقل، ان يكون مرتبه 1500 جنيه وهو يعلم جيدا ان اللي متقدم لها اختها جات لها شبكة ب50,000 جنيه. هيقبلوك؟ هتقبل هي في كلمة فين تسكن في المنطقة اللي انت ساكن فيها؟ مش عيب انك تسكن في اي حتة. المسيح لما اتولد في افقر حتة، ده ما يعيبكش انت. بس انا بتكلم على النضوج العقلي اللي لازم يسأل فين المكان اللي هي هتقدر تعيش فيه. لان حتى لو هي تحت العاطفة قالت انا موافقة اعيش معاك في اي مكان، وبعدين راحت منطقة شعبية لقت فيها معيز ماشية في الشوارع، ولقت فيها بركتين مية ورا بعض، واحدة مية صحي وواحدة صرف صحي، يعني انتوا خدي بالكم، ولقت دبان ولقت ناموس، هتلاقي نفسها قفلت تماما من الموضوع، وترجع تقولها مش انت قلت الاول موافقة؟ لا، ده كان عدم نضوج عقلي منك انت، انك لم تدرك ابعاد خطوتك وهي ممكن توافق على ايه ولا ممكن ما توافقش على ايه. ده لا يقلل منك انت، بس ده يعلمك ازاي تختار اختيار عقلي فيه تكافؤ بينك وبينها، عشان ما تبقاش صغير يا ابني. لان اي بنت مهما اتنزلت هتتنزل لحدود، مش هتتنازل عن كل الحدود.